هو أنا ليه مش بستمر في دراسة اللغة؟ هو أنا ليه دي المرة الألف ليا اللي أبدأ فيها من الصفر، وبعد أسبوع أو اتنين برجع أبدأ من الصفر تاني وهكذا إلى ما لا نهاية؟ هو أنا ليه بمل بسرعة؟ هو أنا ليه شغفي بيروح بسرعة؟ هو أنا ليه مش حابب تعلم اللغة وحاسس إن الموضوع مجرد تكليف تقيل على قلبي قوي؟ هو أنا ليه بنسى؟ ليه مش بتعود؟ ليه مش بتطور في اللغة بسرعة زي ما الناس حواليا عمالة تتطور؟ هلو، أنا سيف الله وأنت بتشوف سلسلة كل 6 شهور لغة، وده الجزء الخاص بكورس النصائح أو كورس المصفوع من مستر سيف الله. بص، أنا عارف إن الفيديو طويل، بس لو الفيديو دوت هتخرج منه وانت عارف راسك من رجليك تماما، وعارف كل حاجة لازم تعملها وكل حاجة لازم تبعد عنها. فكرك الفيديو ده ما يستاهلش انك انت تشوفه للاخر؟ ما تنساش تعمل اشتراك وتبعت الفيديو دوت للناس المهتمين بتعلم اللغة ويعيني زهقانين وخلاص جابوا اخرهم عشان هم مش قادرين يواصلوا التعلم. انا هقوم بترتيب الاخطاء من الاسوأ، هبدأ بأسوأ خطأ ثم الاقل فالاقل فالاقل وهكذا. يلا بينا نقول بسم الله ونشوف ايه الاخطاء الشائعة اللي كلنا بنمر بيها واللي المفروض ان احنا نتجنبها علشان ان شاء الله قريب جدا يبقى معانا اول لغة في عقولنا. رقم 1، الأسوأ على الإطلاق، الأكثر شيوعا وانتشارا بين متعلمي اللغة وخاصة اللغة الإنجليزية: الاستعجال، عدم الصبر. ما تقوليش انك انت بعد اسبوع من تعلم اللغة ما وقفتش قدام المراية وبصيت لنفسك وقلت وانا ليه مش بتكلم زي الامريكان؟ ما تقوليش ان انت ما عملتش الحركة دي. ما تقوليش ان انت بعد اسبوع من التعلم او اسبوعين، ولو انت صبور كفاية هيبقى بعد شهر، ما بدأتش تسأل نفسك هو انا ليه مفيش تقدم ملحوظ في اللغة؟ حبيبي، انت مش بتدرس حاجة زي جدول الضرب مثلا، ولا بتدرس مثلا درسين 3 عن علوم الطبيعة والنباتات. انت بتتكلم عن لغة كاملة فيها آلاف المفردات، فيها آلاف الأمثال، لغة ليها خلفية ثقافية كبيرة جدا، محتاجة وقت علشان تفهم الثقافة بتاعتها وتحتويها. علشان كده، وده مش كلامي، ده كلام أي حد كان بينصح أي إنسان بيتعلم حاجة ليها وزن: خليك صبور. دي النصيحة الأكبر، دي الحاجة اللي فعلا هي ممكن نقول إن 3/4 الناس اللي بتمل وبتسيب اللغة بعد ما بدأت فيها، هي دي المشكلة الأكبر، هي دي الصبر. إن مفيش صبر. خليك صبور، خليك صبور. 90% مننا مع الأسف، وأنا كنت واحد منكم، عاوزين النتائج تبان بسرعة قوي. أنا مش عاوزك تحكم على نفسك غير بعد شهرين، اللي هي تلت المسافة المطلوبة منك كمتوسط تعلم لغة إنجليزية. أنا شايف إن بعد 6 شهور تقدر إنك أنت توصل لبداية الإتقان في اللغة، فبالتالي بعد شهرين احكم، بعد التلت ابدأ احكم على نفسك، ابدأ شوف وهتلاقي فعلا تغير مظبوط جدا. رقم 2، تاني أسوأ خطأ بنقع فيه وركز فيه، أبوس إيدك، احنا اخوات مش مهم هبوس إيدك، بس انت ركز فيه. ما تبدأش في تعلم اللغة وانت ما عندكش هدف. يعني لو مش هتسأل نفسك السؤال ده، هو أنا ليه بذاكر اللغة النهاردة؟ ولو ما لقيتش لنفسك جواب، اوعى تبدأ اللغة. صدقني بعد شهر، بعد 2 لازم هتقف. الإنسان عمره ما هيعمل حاجة بجدية وهيستمر فيها لو هو مش عارف غايتها والهدف النهائي منها في النهاية هو إيه بالظبط. محدش بيمشي في المجهول يا جماعة. عشان كده قبل ما تبدأ اللغة اعرف انت بتدرسها ليه. طيب انا ما عنديش هدف، اسمع لنفسك الهدف، ده مش حاجة مستحيلة ولا صعبة حتى. حط لنفسك الهدف، سواء بقى كان الهدف ده مادي او معنوي او حاجة تخص العقل، تخص اي حاجة تانية، مش مهم عندي. انا المهم عندي ما تبدأش اللغة الا وانت واقف قدام المراية وبتسأل نفسك: يا فلان الفلاني، انت بتدرس اللغة ليه؟ لو فلان الفلاني دوت اللي ظهر لك في المرايه ما جاوبكش اجابه مقنعه، اجابه فعلا تشجعك، ما تبداش اللغه دلوقتي. استنى بعد اسبوع، 2، 3، شهر، ان شاء الله سنه، واسال نفسك نفس السؤال. اسمع على نفسك الهدف اولا ثم خش على اللغه. رقم 3، البقاء
في زون الخيال. صدقوني السبب ده مهم قوي، مهم قوي، عشان احنا كلنا واحنا بنتعلم مش بناخد بالنا منه اصلا. هو حاجه غير شفافه، هي حاجه حبيسه العقل، فبالتالي انت بتقعد ماشي وهي موجوده ومسيطره عليك وانت مش واخد بالك. في النهايه بتلاقي النتيجه ايه؟ انا سبت اللغه. سبت اللغه ليه؟ علشان انت مبرمج عقلك انك انت عايش في الخيال. الخيال اللي مع الاسف في ناس كتير جدا من رواد اللغه الانجليزيه بيساعدوك على دوت. وانا بوجه الرساله دي اولا للمدرسين بتوع اللغه. انتوا عليكم عامل كبير جدا في ان الشخص المتعلم بيعيش فتره طويله جدا في الخيال، وبعد كده فجاه وبدون اي مقدمات بيصطدم بالواقع. اول لما بيصطدم بالواقع، إيه اللي بيحصل له؟ ايه ده؟ انا فاشل. هو ليه قال كده؟ عشان الخيال اللي كان عايش فيه كان مهيأ له وكان مصور له ان في ناس عدت بنفس الظروف اللي هو عدى بيها، عدت بنفس الوقت، عدت بنفس الطريقة، مع ذلك الناس دي تفوقت عليه بمراحل، بينما ده مش حقيقة ومستحيل يكون حقيقة. اطلع من زون ومنطقة الخيال، عيش في الواقع. طيب ابو يوسف، انت قصدك ايه بالكلام ده؟ بص، كتير مننا بيبحث ازاي هتعلم اللغة، فبيلاقي فيديوهات من قبيل ازاي تتقن اللغة في 13 يوم، ازاي ب100 جملة هتعرف تتكلم. مفيش الكلام ده. الكلام ده ممكن يكون من باب التشجيع، ومش هيمشي غير مع 10% بس من متعلمي اللغة. الناس اللي هم كده كده مش بيتأثروا بحتة اصطدام الخيال مع الواقع، ودول قليلين جدا جدا في البشر. عشان كده اطلع من زون الخيال، خليك واقعي. اعرف اولا ان دي لغه حجمها كبير، محتاجه وقت، هتاخد منك مجهود، هتاخد منك تعب. انت هتبقى عاوز تنام مش هتنام، انت هتبقى مصدع ومع ذلك هتذاكر. هتمر بكل دوت وهتتغلب عليه، وفي الاخر هيبقى عندك لغه، وده هيشجعك تخش في اللغه الثانيه والثالثه وانت بقى طموحك. انما ما تعيش في الخيال ابدا. سيبك من ال10% اللي يقدروا يعيشوا في الخيال ومع ذلك يتجاوزوا الواقع. دول مش مقياس لينا، دول ربنا مديهم هبه معينه وحارمهم من هبات تانية، فبالتالي ما تعيش في الهبه بتاعتهم وتسيب هباتك انت. اطلع من زون الخيال، اطلع من زون الخيال. السبب رقم 4، خطأ رقم 4، التأرجح في تعلم اللغة، التخبط في تعلم اللغة. والمقصود هنا بالتأرجح والتخبط هو عدم النظام، انك تمشي بشكل عشوائي جدا. عارف اللي هو ازاي تعديك مثلا كده، عشان انت برضو تبقى فاهم انا بكلمك في ايه بالظبط فتتجنبه تماما. اللي هو انا النهارده قلت بسم الله وهبدا في اللغه، ويلا بقى ابو الحماس كله، انت ما فيش زيك في العالم وان شاء الله اسبوعين وهتلاقيك لبلب. تمام، بدات، حطيت لنفسك النظام اللي هتمشي عليه، كتبته في ورقه. بعد اسبوع قطعت الورقه. ليه؟ اصلك انت قابلت فيديو لحد زي حالاتي بينصحك نصيحه، فسبت اللي انت كنت ماشي بيه ورحت جاي ماشي في ده، رحت جاي بادئ من الصفر تاني بعد اسبوع. المشكله مش في كده، انت كان ممكن تكون بتصحح المسار بعد اسبوع. المشكله في انك انت بعد ما خدت الطريقه بتاعتي اللي هي طريقه نمبر 2 اصلا، دخلت بعد اسبوع تاني في طريقه جديده، وبتفضل تعمل كده لانك انت ماشي بشكل عشوائي. انت مش عارف انت المفروض تبتدي بايه وتنتهي بايه، فكل فيديو بيجي ياخدك لمين، فيديو تاني ياخدك شمال، فيديو يطلعك فوق، فيديو ينزلك تحت. انت ماشي زي الريشه في مهب الريح. قول ستوب ستوب، ثق في حد معين عن طريق بقى كلامه، عن طريق نصايحه، قول انا هبدا مع الشخص ده. طيب بدات مع الشخص دوت ومشيت بنظام ما يخرش الميه، في النص بقى جات لي شويه نصايح من ناس تانيين، ما اقطعش الورقه بتاعت النظام بتاعي، انا امشي بنفس النظام واعمل عليه شويه تعديلات بسيطه. كده انت هتمشي صح، كده انت مش بتضيع وقت، كده انت مش كل شويه بترجع لنقطه الصفر وبتقول ايه ده، انا سني عمال بيكبر وسنيني بتضيع وعمال ابدا من الصفر، لا انا هروح اشوف اي حاجه تانية اعملها. انت بالفعل ضيعت وقت على الفاضي، بلاش تضيع وقت على الفاضي. الخطأ الخامس، الاستسلام للملل. صدقني دي حاجة شائعة جدا جدا جدا،
مريت بيها، فانا حاسس بيك وعارف ان هي بتحصل. بس اللي انت ما تعرفوش ان هي حاجه لما بتحصل انت قادر تتخطاها. تصدق؟ والله العظيم، والله ثم والله انت قادر تتخطاها. يا عم ورب الكعب قادر تتخطاها. ازاي انا بالسيوف؟ عايز تحسسني ان انا بعد اسبوع حسيت بالملل الشديد، كل يوم عمال اسمع شويه واكتب شويه واقرا شويه واكلم فلان شويه، خلاص زهقت؟ هتخطى الملل؟ تقدر تتخطاه. ازاي؟ برمج عقلك. اولا انت هتعمل عمليه غسيل مخ لدماغك ان سعادتك كلها في الحاجه اللي انت بتعملها. طيب ده هعمله ازاي؟ ده هتعمله عن طريق انك انت مثلا بدل ما كنت بتذاكر ارديحي، هذاكر وانا باكل الحاجه اللي بحبها قوي، بس طبعا بكميات قليله عشان ما انساش نفسي، ودوت هيأثر بعد كده على عقلي. هشرب الحاجه اللي انا بحبها قوي، همزمز في الحاجه اللي انا بحبها قوي، لب سوداني ايا كان من المكسرات، ايا كان من الفواكه، ايا كان من الخضروات. انا ما اعرفش انت بتحب ايه، المهم ان انا بكسر قواعد الملل بحاجات بسيطه قوي. انا بدل ما كنت ببدا يومي بالاستماع، لا انا هبداه بالقراءه عشان انا كنت بحب القراءه اكتر من الاستماع مثلا. عملت عمليه كسر للملل، وافضل بقى على موضوع كسر الملل لحد ما يبقى كسر الملل هو نفسه الملل، فابدا اكسر الملل من اول وجديد وهكذا. ما هي اللغه عاوزه كده، مثابره، عاوزه انك انت تثابر. الخطأ رقم 6: ابعد كل البعد عن الطرق التقليديه للتعليم. مع احترامنا لاساتذتنا اللي درسونا في ابتدائي ودرسونا في ثانوي، ولكن الطريقه التعليميه بتاعه المناهج بتاعه الدراسه مش هي الطريقه الاصوب اللي ممكن تخليك تتقن لغه في 6 شهور. مستحيل. الطريقه دي يا حبيب قلبي معموله علشان انت تجتاز الامتحان. سوري، عشان انت تجتاز الامتحان. هي معموله ومصممه عشان انت تذاكر ال5 6 شهور، بعد كده تخش على الامتحان ممكن تجيب الدرجه النهائيه، بس انت مش هتتكلم، بس انت ما تعرفش جوانب اللغه، بس انت ما فهمتش ثقافه اهل اللغه. ليه؟ عشان انت محصور في كتاب ليه جلده يمين وجلده شمال. سقف معلوماتك كله جوه الكتاب ده، بره ما تعرفش اي حاجه تانية عن اللغه، ودي مشكله كبيره جدا. بلاش الطرق التقليديه. هتلاقيني بتكلم كتير عن الموضوع ده في القناه بتاعتي، عشان كده اهتم بيه قوي قوي قوي. بلاش الطرق التقليديه، لان دي اصلا اكتر اسباب الملل على الاطلاق. والله ان دي اكتر اسباب الملل، ابعد عنها تماما. خلاص. رقم 7، وانا اسف ان انا حطيتها رقم 7، المفروض كنت حاططها رقم 2، بس انا ما ادركتش ان انا حاططها في المكان الغلط الا بعد ما ابتديت الفيديو. الحقيقه ان دي من الحاجات اللي فعلا بتخليك صعب جدا تتكلم. انا قعدت ادرس لغه كتير قوي 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 قوي، وما اتكلمتش الا مؤخرا، وما بتكلمش بالجوده القويه زي ما بتكلم اللغه العربيه. عارفين ايه السبب؟ رقم 7 دي. بلاش تبدا التركيز على القواعد. دي النصيحه الذهبيه يا باشا، دي النصيحه الذهبيه يا استاذه، والله زي ما بقول لك كده. بلاش تركز على القواعد. غمض عينيك كده وتخيل طفل لسه مولود، بس هو مولود في امريكا، مش مولود عندنا هنا مثلا في الدول العربيه، لا هو طفل من الناس اللي هم اهل اللغه. الطفل دوت اول لما بيكبر كده ويبدا ان هو يتكلم، مع اول لما لسانه بيبدا يتحرك ابوه وامه بيبداوا يقولوا له هي وشي وات، لا طبعا بيتكلموا معاه عادي خالص، وهو بيبدا ان هو يلخبط الدنيا ويعكها، وهذا بتبقى هذه، وانت بتبقى انتم، عادي. بعد كده بقى بيوصل لمرحله متقدمه، بقى عنده 6 سنين 7 سنين 8 سنين، بيبدا بقى ياخد بعض القواعد البسيطه. ده التدرج اللي ربنا سبحانه وتعالى عمله لك في عقلك عشان تكتسب اللغه دي. ما تجيش انت تخالف مشيئه الرب سبحانه وتعالى. انت فاهمني انا بكلمك في ايه؟ لا ركز بالله عليك. ربنا سبحانه وتعالى فطرك على كده، خلقك على انك انت بتتكلم الاول وبعد كده بتفهم انت بتتكلم عن ايه. تحفظ الاول وبعد كده بتفهم، مش بفهم وبعد كده بحفظ. ما تمشيش عكس الكون، ما ماشي. عشان كده لو انت بدايتك النهارده، انت انقذت نفسك انقاذ رهيب انك سمعت الفيديو ده. انما بقى لو بدايتك كانت من سنتين وبعد كده من سنه وبعد كده من شهرين، فانا يؤسفني ان انا اقول لك انت هتعاني شويه.
لانك اكيد خدت قواعد، اكيد اكيد، بس مش هتعاني كتير لو بدات تصحيح المسار من النهارده. انسى القواعد خالص، او تابع حد بيقول القواعد زي حالتي كده من غير ما يحط القاعده قدامك ويخليك تحفظها. لا، هو بيحط لك الامثله وانت تستنتج القاعده. ماشي، ده مقبول. اهم حاجه اوعى تحفظ وتفهم القاعده قبل ما تتكلم انجليش على الاقل خالص مكسر. اتكلم يا عم انجليش مكسر، وبعد كده ابدا في حفظ القواعد. الخطأ رقم 8: عدم استعمال اللغة. ما هو شيء منطقي جدا ان انا لازم استعمل اللغه عشان المفردات الكتير قوي اللي انا عمال اكتسبها كل يوم اكيد هتتنسي. ما انا بشر وبيعتريني النسيان، وطالما هنسى يبقى لازم علاج للنسيان ده. مفيش علاج في اللغه سواء الانجليزيه او اي لغه تتعلمها افضل من استعمال كل حاجه انت بتتعلمها. طب انا هستعمل اللغه ازاي؟ انا صعب جدا اقابل حد اجنبي اتكلم معاه، وده انا واجهته في البدايه، وممكن حتى يومنا هذا مش بسهوله جدا كل شويه هلاقي حد اجنبي اكلمه، يعني فين وفين على ما نلاقي حد اجنبي يكلمك. في مليون حل، وانا قلت بعض الحلول اثناء الدراسه مع بعض. من الحلول دي كلم نفسك، سجل نفسك فيديو، عد لنفسك حديث مسبق وابدا انك انت رد على الحديث ده. علم غيرك اللغه. على فكره دي حاجه عبقريه جدا 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 في تثبيت اللغه. ان انا مؤمن جدا الحاجه لو انا اتعلمتها وما مارستهاش هفضل محدود فيها قوي. اول لما ابدا اعلمها لغيري اطلع 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 وابدا اسابق الاوائل فيها. عشان كده انا اللي بشجعك، انت لسه بقالك شهر بتتعلم، روح علم اللي بقاله يوم، ما انت احسن منه. انت صح احسن منه، هعلمه حاجات غلط ما فيهاش حاجه. بعد كده انت كل شويه هتتقدم، هتعرف الصح، هتروح تعلمه الصح، وهو هينسى اصلا انك انت علمته غلط. انت فاهم؟ عشان كده خد الخطوه دي من دلوقتي. عندك اخ صغير، اخت صغيره، عندك شويه كده، عندك ناس فقيره، اعمل اي حاجه، المهم انك انت مارس اللغه. اوعى ما تمارسش اللغه، هتنساها، هتنسى كل حاجه انت بتتعلمها اول باول. الخطا التاسع: الكسل في اداء المهام. شائع ده. طب انا حاطط اللي في 9 عشان هو مش بالضروره هيخليك انك انت تسيب اللغه، هو هيخلي مستواك يضعف، مش هيخليك توصل للنتائج اللي انت متوقعها بعد المده اللي انت متوقعها او رسمها لنفسك. عشان كده انا ما حطيتوش في البدايات، لان هو مش عامل مؤثر على انك انت تسيب اللغه تماما، هو عامل مؤثر في انك انت ما بتتقدمش بسرعه. خلاص؟ فعشان كده لو عاوز تلاقي نتائج مبهره وسريعه، اي حاجه تطلب منك اعملها وزود عليها. واخد بالك؟ وزود عليها. يعني مثلا انا في احد الواجبات طلبت من الناس ان هم يكتبوا لي او يبيضوا لي المحاضرات السابقه كلها. ما حدش عمل الحركه دي اصلا، او اي نعم انا مش متابعني كتير، ولكن في النهايه ما حدش عمل الحركه يعني. طيب ايه الصح اللي انا اعمله؟ ده انا ابيض المحاضرات وافتكس بقى في التبييض، يعني درس اعيده مرتين واوريه الميسيو بتاعي وهكذا. اللي هو المهام اللي مطلوبه منك على الاقل تعملها كما طلبت. عايز اتميز اكتر ازود عليها بقى انا مهام. الطلب مني مثلا انا اقرا النص ده 100، ما ينفعش اقراه 99، كده انا كسلت في اداء المهام بتاعتي. انا هقراه 100، عايز اتميز بقى عن الناس اللي بتذاكر معايا في نفس الوقت، عايز اكون انا نمبر 1، اعمل ايه بقى؟ اقراه 200 300 على قد ما وقتي يسمح لي. اخر خطا شائع متبع بيخليك تسيب اللغه وتكرهها: تحدي الاخرين. انا عارف انك انت تربيت على الحته دي. مين مننا ابوه او امه او احد اعمامه او اخواله او حتى اصدقائه ما طلبوش منه ان هو يعدي فلان وفلان والحق فلان دوت عداك، طب ما تعمل زي فلان الفلاني، شفت يا اختي بنت خالتك اللي عماله ده بقى لها 6 شهور لبلب، ولا الامريكان تشوفيها تحس ان انت بتتكلمي او بتشوفي فيلم امريكي. انسى 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 الكلام ده، انسى الكلام ده. مش عشان ابو السيف بيقول لك انا حاجه يعني لا تذكر ماليش لازمه في الحياه، ولكن عشان الابحاث اثبتت انك انت مفيش حاجه هتتحداها افضل من نفسك. ما تتحداش لنفسك. اللي انت بتتحداه قدامك دوت وحطه كهدف، لو عديته في يوم من الايام غصب عنك بتهبط،
غصب عنك، والله العظيم اقرأ في الكلام ده. انت فلان الفلاني ده هو اللي هتحداه. طيب بعد شهر بقيت احسن منه، ايه اللي بيحصل لك؟ بتخمد، خلاص بتضعف. ليه؟ وصلت للغايه اللي انت كنت راسمها لنفسك. طب يا سيدي بقى، على فرض ان الشخص اللي انت كنت بتتحداه ده هو اصلا رقم 30 في المجموعه اللي هي اصلا عددها 40، يبقى انت كده بقيت رقم 29 ولا رقم 30؟ انت كده زحت من 30 بقيت 30. طب وبعدين؟ هو دي الغايه بتاعتك؟ هو ده الهدف بتاعك؟ عشان كده ما تتحداش حد، تحدى نفسك. ازاي؟ بالسيوف. ادينا مثال كده عشان نفهم. بص يا سيدي، انا حاطط لنفسي النهارده مثلا طموح او هدف ان انا هسمع 20 مره، ودي حاجه صعبه جدا. انا هتحدى نفسي، انا مش هسمع 20، انا هسمع 25 النهارده. انت كده بتعمل ايه؟ انت كده بتوصل لاقصى حاجه جواك وانت مش واخد بالك. لان الانسان لما بيتحدى نفسه ما بيبقاش فيه سقف معين للتحديات. النهارده قلت انا 25، بكره ممكن اقول 27، وانا ما اعرفش انا ممكن يطلع مني ايه. انت واخد بالك؟ انا كده كده ما اعرفش ايه اللي ممكن يطلع مني. ممكن يطلع مني 30 40 50 مره، ما اعرفش. انما لما بحدد لنفسي انسان معين اتحداه، انا عارف اخره ايه، فخلاص انا برمجت علي ان انا هجيب اخره واقعد واسكت واقف. طب ليه بتعمل في نفسك كده؟ تحدى نفسك اللي ما تعرفش هي اخرها ايه. تحدى نفسك عشان هي ممكن تكون افضل نفسه موجوده في الموجودين كلهم وانت مش واخد بالك. اكتشفها. انا عارف ان انا طولت عليك، وانت لو وصلت للدقيقه دي فصدقني انا اولا فخور بيك، ثانيا بشكرك جدا انك انت شفت الفيديو لاخره، ثالثا انا متوقع انك انت هتبقى حاجه احسن مني انا ب 3000 مره. لان انا جت عليا فترات كان المفروض اقعد واسمع غيري واشوف ايه الاخطاء اللي وقعوا فيها عشان اتجنبها، وما عملتش كده. وثقت في نفسي، وثقت في دماغي، ففضلت من خطأ للتاني للتالت للرابع عمال اتأرجح، تخبط وبس. ابدأ النهارده. لو عندك اي خطأ من العشرة دول على وجه الخصوص، النهارده، مش بكره ولا بعده، النهارده. دلوقتي. النهارده ايه؟ دلوقتي حالا هتقفل الفيديو وتبدأ تصحح المسار. انا الخطأ رقم 2 ده مش هعمله لو موجود، رقم 10 ده مش هعمله لو موجود. صحح مسارك وابدأ على نضيف بقى، وربنا يوفقك. واتمنى لو في يوم من الايام وصلت لهدفك ما تنسانيش من الدعاء بظهر. ما تجيش تقول لي، مش عاوزك تقول لي، ولكن ما تنسانيش من الدعاء. ادعي لي دعوه كده زي ما تطلع بقى، اللي انت عاوزه بالاخره بالدنيا. المهم ادعي لي دعوه بظهر الغيب لو انا كنت في يوم من الايام سبب انك انت توصل لطموحك. اسف ان انا طولت في الفيديو، اسف بجد من قلبي، ولكن كان لازم اتكلم باستفاضه علشان لو في حد فعلا تايه يلاقي في الفيديو ده مبتغاه النهائي. السلام عليكم.